ما يبدو يعني مستعد في استاد الإسماعيلية، ومعه الكابتن محمود صالح المدير الفني لفريق المنيا اللي بيتذيل يمكن المجموعة الثانية ب4 نقاط. معك الميكروفون من استاد النيل استاد الإسماعيلية، زميلنا محسن محمود مع الكابتن محمود صالح. تحليل مشاهدينا الكرام، مباراة استاد الاسماعيلي على ملعب الاسماعيليه في ضيافه المنيا صاحب الارض النهارده. ويسعدنا ان يكون معنا الكابتن محمود صالح المدير الفني لفريق المنيا. كابتن محمود، مباراتكم النهارده وعلى ارض الاسماعيلي، واعتقد مباراه صعبه بكل المقاييس. موقفكم اصبح حرج في في الدوري الممتاز مع بدايه نقول خلاص نهايات الدور الاول. في البدايه تحيه لكابتن خالد وكابتن احمد وكابتن فتحي. في شك مباراه صعبه، المفروض المباراه دي تبقى على ملعبنا. احنا برضو بنمر بظروف صعبه، وبرضه مشكله الملعب دي مشكله كبيره قوي. يعني ما بنلعبش خالص في المنيا، الامن مش موافق. حتى الملعب اللي هو بنلعب عليه بيبقى ملعبنا، مره نلعب في الترسانه، مره نلعب في الانتاج الحربي. ماتش الاسماعيلي المفروض نلعبنا في القاهره، للاسف برضه نتيجه لامكانيات النادي ما عندناش 25,000 جنيه ندفعهم ايجار ملعب، فاضطرينا يعني ننقل مباراتنا مع الاسماعيلي. وعلى فكره الدور الثاني تبقى في الاسماعيليه برضه هنا للاسف. للاسف يعني. احنا يعني اعتقد الاداء اتحسن كتير على الفترات اللي فاتت في شكل تصاعدي. نتمنى نحقق نتيجه ايجابيه كويسه. الفوز مهم جدا بالنسبه لنا. احنا في قاع المجموعه. يمكن عملنا 3 مباريات، لقاءات الزمالك واتحاد الشرطه والمصري بشكل كويس، كنا ند، وكان اللي هو يمكن اللي فاز تقريبا كان اكثر حظا. نتمنى يكون التوفيق مصاحبنا. انا شايف اللعيبه استعدت بشكل جيد، ان شاء الله نقدم مباراه كويسه، ولا يبقى الا توفيق ربنا ان شاء الله. التعامل مع الاسماعيلي فنيا النهارده ازاي؟ مفيش، احنا بنلعب زي الباسكت كده، الكره اتقطعت زون وبتحاول الهجمات، بنحاول بس نتمنى انها تكون بكثافه ونأديها بشكل اسرع من المباريات اللي جايه. اعتقد دي هتكون في صالحنا، ونقدر يعني نخلق نفسنا فرص ان شاء الله. توفيق يا كابتن محمود، ونتمنى لكم توفيق مباراه جيده ان شاء الله. شكرا. طبعا زميلي خالد قبل ما ارجع للاستوديو وكل مشاهدينا الكرام، حصل شده او نقول مشاده، خناقه هنا مع احد اعضاء مجلس اداره نادي الاسماعيلي واحد المراسلين لاحد القنوات الخاصه، والمشاده كبرت بشكل كبير. ولكن سمعنا في بعض نقول حصل تجميع للناس وتهدئه الامور الى حد ما. نتمنى ان شاء الله الموضوع يخلص على خير، ولكن هي كانت شده، ولكن تطورت لشده كبيره قوي بين كل الموجودين هنا. ولكن الحمد لله تم تدارك الموقف، والموضوع دلوقتي في طريقه للحل. انا بشكرك زميلي خالد، وبشكر كل نجوم الاستوديو التحليلي. والان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل. وانا بشكرك يا محسن. نتمنى الهدوء يعود لملاعبنا مره